السلام عليكم، سعيد جدا بالتواصل معكم. الحقيقة اليوم حلقة باش نشوفوا فيها آخر تطورات تربص النادي الإفريقي، أخبار الميركاتو بتاع النادي، التحضيرات، خاصة وأنه الأسبوع الجاي ما يقارب 8 أيام مباراة كلاسيكو ضد النادي الرياضي الصفاقسي للتأكيد. وبعدها الكالندريي نعرفوه باش ياخذ منعرج صعيب، ما فماش مباريات سهلة، ما فماش سيكل سهل في البطولة، يلزمك تونشيني لي تري بون بيرفورمانس، وكان تحت الله لا يقدر كونتر بيرفورمانس بالوقت تتجاوزها كما اللي صار مع مباراة ترجي جرجيس. الحديث في البداية على الستاج، قاعدين نشوفوا بعض الفيديوهات وبعض الصور من تدريبات الفريق. هوني مهم جدا الحقيقة الإشادة باش قاعد يعمل فوزي البنزرتي، شنو من الحاجات اللي قاعد يقدم فيهم. برشا أصدقاء نعرفهم يعني شخصيا قالوا لي يا أخي حب عاد تصاوروا الفيلموات فوزي البنزرتي، كان ينجم يحطهم في سال دو سبور كالعادة ويخدمهم. ما نتفقش معاهم وتنفسر لكم علاش، لأنه الخدمة اللي يخدم فيها فوزي البنزرتي تتسمى ميكرو سيكل دو شوك. شنو هو الميكرو سيكل دو شوك؟ هو في البريبا فيزيك خدمة على من 5 إلى 10 أيام، قد تصل إلى 14 يوم في بعض الحالات. خدمة الهدف منها أني تلز الميتابوليزم للروترونشمون تاعو، معناها تبويزي سورشارج نتاع انترينمون، تترانا عادة مرتين في النهار، ما فماش مرة في النهار، مرتين في النهار، فوار مرتين بلوس اون ميني سيونس سبيسياليزي، وين الهدف منها ارهاق كاريمون الجسد، الميتابوليزم يستانس بالسورشارج لونترينمون، يعمل دي رياكسيون معناها الموضوع هذا باش يستانس انه من بعد تجي عنده فتره وين ينجم يخدم لو ماكسيموم نتاعو. بيان ايفيدامون بعد الميكرو سيكل دو شوك عاده تكون بنفس العدد نتاع الايام راحه. اذا كان عملت السيكل نتاعك على 5 ايام راحه 5 ايام، اذا كان عملت السيكل نتاعك على 7 ايام تنجم تاخذ راحه من 6 الى 7 ايام، واذا كان عملت السيكل نتاعك على 14 يوم تنجم تاخذ من 10 الى 14 يوم. هذا المبدا في الاشياء، دونك انه يعوض الضعف البدني اللي والتحضيرات اللي كانت مع محمد الساحلي ما قمناش بها، لا ريكروتمونات لا تحضيرات بدنيه. هذايا خلى انه الفريق يصير له بعض المشاكل خاصه في الاشواط الثانيه نتاع المباريات. هوني ما عادش عندنا عذر، هزينا جماعه يخدموا يتريناو، ما فماش علاش. الهدف كما قلنا الميكرو سيكل دو شوك انك الخدمه نتاع الاكزرسيس تكون اقوى من 50 الى 60 مره، معناها باش ترينا مره ونص فوار مرتين غير بعض من الموين نتاعك العاديه. عادي جدا تنجم تريكوبيري من بعد في 4-5 ايام، ما فما حتى مشكل، وتكون حاضر في التوب فيزيك. تقول لي انت هل هذا ما كانش بالامكان انه يصير في لي سال دو سبور كالعاده والخدمه؟ نقول لك نعم كان بالامكان، لكن ربما بتاتر للحمه البسيكولوجيه نتاع الجروب مع بعضه، ربما للمونتال، ربما للحاجات الاخرى، كان المعسكر كلهم مع بعضهم ربما فكره طيبه الحقيقه، ما عنديش معاها مشكل على ان يكون اللي قاعدين يقوموا فيه مدروس ومخطط له. معناها البقيه ما عنديش مشكل في جبل، في هضبه، في سال دو سبور، المهم لومبيونس دو جروب موجوده، وكذلك الخدمه معناها صحيحه موجوده على اسس صحيحه. دونك هوني بالستاج هذايا اللي راترابينا به عباره روبيشاج الحقيقه، الكونترول هذايا ينجم ان مكننا باش ان نرجعوا للتوب فيزيك نتاع الفريق، باش ما تنجمش تكون فما اعذار من هذا القبيل. حتى لاعب، نعاود نقول حتى لاعب ما هو مسموح له انه يقول راني مانيش حاضر فيزيكمون. معلم شنو تحب، شنو اكثر من هك؟ اثنين، بالنسبه لانس الكردي وما ادراك ما انس الكردي، حديث على انه الوليد هذايا 17 سنه، فورمي الحقيقه في اكاديميه في المانيا، ثم لعب مع هانوفر 96، اقل من 15 سنه، اقل من 17 سنه. وليد عمره ما يقارب 17 سنه ونايف معناها بعض الاشهر، يلعب سنتينيل، يلعب مع المنتخب الوطني زاد الفئه السنيه نتاعو. تقول لي انت هل انه هو اللي باش يصنع ربيع النادي الافريقي؟ نقول لك لا، معناها ريكروتمون اذا كان باش يمشي في اللوبتيك نتاع لي جون وبشويه بشويه ينجم ياخذ طون دو جو، تنجم تسلفه، ينجم يترشق بلغتنا احنا وما ياخذوا من غير فلوس، يجيب لك برشا فلوس وينجم يعاونك سبورتيفمون في عام عامين ربما، لكن انك تحطه فم مدفع في الليكيب الحقيقه مانيش موافق 100%. صدقا حاولت نبحث عليه اللاعب ونتفرج شويه، لقيت شويه مباريات مع المنتخب الوطني التونسي للاواسط، لكن راي الكره تتبدل كومبليتمون بين الاواسط والاداني وبين السينيور والجروب برو، معناها تختلف. تنجم تكون كراك جينيراسيونيل كاريمون في الفئات الصغيره، ومن بعد الباساسيون تاع البوست فورماسيون تفشل فيها. بوست حساس وحساس جدا السنتينيل، ما نجموش نتلاعبوا بمثل هكذا امور، يلزم التدقيق. هنا قلنا اذا كان باش ناخذوه وفما ربح مادي او رياضي على بضع
اشهر او في العام عامين الجايين مرحبا، لكن ما يلزموش يكون هو اللاعب اللي حاطين في مخاخنا سنتينيل. يلزمنا سنتينيل، هنا جبنا سنتينيل ناهيك. وانه الشريمي نعرفوا انه الشريمي لحد الان مازالت ما وضحتش الرؤيه، وهوني على الهيئه التدخل يا اما فصلان النزاع ولا اوكي اللاعب ما ينجمش يكون مع النادي الافريقي، ما ينجمش يتاهل في يدي 20 اليوم 20 سبتمبر زوهاء 15 يوم اخرى باش نجم نرتب افكاري، نشوف شنو فما في المارشي دو ترانسفير اللي نجم نجيب. الحقيقه نرجعوا ونقولوا البوستوات هذيا مازالت عندنا مشكله في النادي الافريقي، ما نعاودوش عمناو العام كامل مشكله، سنه ديبيوت سيزون مشكله، وقاعدين مواصلين في مشكل لي دو سنتينيل الصغير والزمزمي. فهمنا اللي ما ينجموش في اغلب المباريات يكونوا حاضرين، وخاصه في البوست هذاك سنتينيل ما قدموش البلاء الحسن. ربما للامانه باش ما نظلم حد، مباراه النجم الرياضي الساحلي قدموا مردود محترم لسببين. السبب الاول انه النجم الرياضي الساحلي مش في احسن حالاته، وقاعد حتى لي ريزولتا نتاعو قاعده تبين. السبب الثاني انه طاحوا التالي باش يلعبوا على الترانزيسيون وعلى الاتاك رابيد ونجحوا في ذلك، لكن ما تنجمش في مباريات وين انت مطالب باش تنتصر، ولا وين مباريات الوسط نتاع الفريق الخصم قوي زاد، فهمتني؟ ما تنجمش تاخذ الريسك انك تلعب الحقيقه بهم الزوز على الارضيه وناقصين. رانا بوست سنتينيل حكينا حتى خان ينجم يكون رقم 8 اكثر منه رقم 6 سنتينيل وحده، كان لعبته 6 ما ينجمش يكون وحده سنتينيل. هو الروليور يلزم شكون وراه الباليور الستة الفكاك. اللاعب كي يبدا ياخذ دي ريسك في خروج بالكره، يحط بدنه اون اوبوزيسيون، يعمل هكا الفانت الاولى الثانيه، ماهوش نتاع زون 14 نتاعك ولا الزون في مدخل الدفاعات وين تنجم تاخذ ريسك انك تلعب كور كيما كاكا. الحقيقه ما تنجمش تاخذ مثل هكذا ريسك. دونك الهدف انك ترقع في الميركاتو هذايا. قلنا عندنا مشكله في الاظهره، بعوده حسن رمضان الامور تحسنت. المهاجم شواط الحقيقه مترشق، ولو انه في المباراه المنتخب ماركه عليه الحقيقه بوانات المستوري، معناها كان انجع ربما في اللي توشي نتاعو الكور اللي مسها شواط ما كانش مونتالمون حاضر. كل على اليسار بن علي لقينا الحل قلنا، لكن لي دو سنتينيل المشاكل اللي في الوسط نتاع الزمزمي والصغير وربما التخمام في إلي غوش بلاصة الخضراوي يلزمها تبدا من توا تاخو معناها في فكر الهيئه. هذا اهم عندنا الحقيقه في الفيديو. المباراه باش تكون نهار الأحد الجاي ضد النادي الرياضي الصفاقسي، تو نرجعوا لها باللي ديتاي. عاودنا تفرجنا في مباراه السي اس اس الكل باش نقسموها جزئيين، السي اس اس في الزوز مباريات الاولانيه والمباريات الاخرى، خاطر فما شونجمون حتى في الديسبوزيتيف تو نحكيو عليه اكثر تباعا كي تقرب المباراه. يعطيكم الصحه على حسن المتابعه، نتقابلوا في فيديو اخر في حلقه اخرى.